أعلن اتحاد مثقفي روجافاي كردستان نتائج الدورة الرابعة لمسابقة الشعر الكردي لفئة الشبيبة، والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع جمعية جاني خلف الخيرية، ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم في مركزه الكائن بحي السياحي بمدينة قامشلو، حيث تتم عملية اختيار الفائزين من قبل لجنة مختصة من الشعراء داخل وخارج روجافا وفق أرقام ترقم كل قصيدة. ويندرج المشروع في إطار التركيز على الطاقات الشبابية الجديدة وفتح آفاق الأعمال الإبداعية. وأسماء الفائزات هي ديالا علي، ميديا بركات، سوسن شيخ بكر، فيما ستوزع الجوائز قريبا خلال حفل تكريم خاص. اليوم في المؤتمر الصحفي لمهرجان شعر الشباب الكردي للعام 2024 الذي نقيمه كل سنة في هذا الوقت في 29 من شهر آذار للعام 2024. طبعا هي الدورة الرابعة والتي تتم بدعم والتعاون مع جمعية جاني خلف الخيرية البريطانية في بريطانيا. طبعا دورة هذا العام تميزت بحجم المشاركين والمشاركات، زاد عدد المشاركين عن 36 مشارك، بينهم 20 شاعرة، طبعا وفقا لشروط من العمر 18 ل 30 سنة، و16 شابا شاعرا شاركوا أيضا. وبالنسبة للنتائج الفرز، طبعا كانت ميزة هذا العام أنه الشاعرات الثلاث، المراتب الثلاث كانت لشاعرات شابات من روجافا كردستاني. طبعا تتم عملية الاختيار من لجنة مختصة من شعراء من داخل روجافا وخارج روجافا وفق أرقام ترقم كل قصيدة بدون ذكر الاسم، كي يحصل كل متسابق من شبابنا على دوره ومساهمته الحقيقية. طبعا المشروع كله يندرج في إطار التركيز على الطاقات الشبابية الجديدة وفتح آفاق العمل الإبداعي بالنسبة للشباب.